لو عطشان لازم تقوم تشرب. انت عارف ان العطش بيأثر بشكل كبير على الذكاء. مستغرب؟ طب اسمع يا سيدي، نقص كمية المية في الجسم بيضعف من نشاط خلايا الدماغ، فبالتالي بيسبب الغباء والنسيان. يعني لما تلاقي حد مش مركز كده قول له روح اشرب مية، هيستغربك طبعا. طيب لو جعان، الجوع بقى بيخلي الواحد يلاقي صعوبة في السيطرة على عواطفه، زي الغضب والقلق والحزن. يعني لما تلاقي حد جعان ابعد عنه احسن لك لحد ما ياكل. كتير بقى من الناس مش بيدركوا ان سبب شعورهم بالتعاسة هو عجزهم في التعبير عن شعورهم. تلاقيهم مقضيين حياتهم كاتمين في قلبهم. وطبعا الكل عارف ان النوم بيقوي الذاكرة وبيزيد من الابداع، وعشان كده ما تستغربش لما تلاقي الذاكرة عندك ضايعة، عشان للأسف ما حدش بينام في الوقت الصح اللي ربنا قال عليه وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. كان معكم بسمة مجدي، أشوفكم على خير.